عادت مشاورات تشكيل الحكومة بالمغرب إلى نقطة البداية بعد إعلان رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إنهاء المشاورات مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لافتاً إلى أنه أنهى الكلام معهما. شكون ما كان أصدر بن كيران بلاغا أعلن فيه أن المفاوضات مع الشخصيتين المذكورتين لن تستمر، وذلك ساعات قليلة بعد خروج أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري ببلاغ مشترك أعلنوا فيه العمل المشترك لأجل الوصول إلى ائتلاف حكومي. ويدعو حزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بالخصوص إلى توسيع المشاورات لتشمل أحزابا أخرى منها الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف بدعوى أنه الوحيد المخول بتحديد طبيعة الأحزاب التي ستشارك في الحكومة. وألمح بن كيران في تصريحات صحفية أكثر من مرة إلى أنه لن يخضع لأي ابتزاز سياسي في تشكيل الحكومة. العاهل المغربي الذي عين بن كيران رئيسا للحكومة المغربية المرتقبة يوم 10 أكتوبر 2016 إثر فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية محققا 125 مقعدا، طلب في وقت سابق من رئيس الحكومة الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب الأجال، وهو ما جعل بن كيران يعقد عددا من المشاورات لم تفضي حتى الآن إلى أي نتائج. مها إبراهيم، العربية.